بالخروج. بعدها بلحظات تقيأت وفقدت الوعي، وتم استدعاء والدتها لنقلها لأقرب مستشفى. نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الأسئلة سبب الصدمة عند الفتاة الله يرحمها، وناشدت هي المدرسة يعني بأنه يعني لن تستطيع أن تتحمل درجات الحرارة ونتيجة الضغوطات داخل المدرسة، وأدى إلى سبب وفاتها. صارت هوسة، نعم صارت هوسة. شو نسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وزارة التربية، لأن هي يعني ما وفرت لا كهرباء ولا صعوبة الأسئلة، ووضعنا الأمني التعبان، تعرف الضغوطات على الطالب صارت. وبعد التحري عن مكان سكنها اتجهنا إلى المجمع السكني لشقق زيونة، والتقينا مع هشام أخ الطالبة التي فقدت حياتها، وأكد أن أحد الأطباء بين لهم أسباب الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل القاعات الامتحانية وافتقارها لأجهزة التبريد وصعوبة الأسئلة، مما يؤثر على الضغط النفسي للطالب. حسب ما سمعنا من الشهود الموجودين انه هي رايدة يعني وجعها راسها، فرايدة تترك الامتحان يعني طالعة، فقالت لها المعلمة الواقفة ومراقبة قالت لها انتظري يعني شوي. ما خلوها تطلع؟ اي ما طلعت هي بالبداية، فقالت لها انه انا ما اريد يعني حكي البنات الطالبات الموجودين يعني انه تريد تسلم الدفتر او شيء، فهي ما يعني قالت لها ابقي انتظري شوية الى ان يعني متقيئة ومغمى عليه بالمدرسة يعني